يا صباح الفل. حبايبي اللي كل اللي طلبوا مني ترس العجوة ادينا عملته معاك اهوت، سهل بطريقة سهلة جدا منجزة جدا، مش هتاخد معاك اي وقت اطلاقا. وعايزة اقولك يعني مش هقولك ان هو زي بتاع المخابز، لان بصراحة انا كده ظلمت اللي انا عاملاه. احلى واطعم من بتاع المخابز بمراحل، اقسم بالله. بجد حاجة كده هشة وطرية وناعمة ودايبة. طعم قوي 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 قوي. بجد امشي معايا على نفس التكات ونفس المقادير. كمان انا ما اشتريتش عجوه، انا عملته بالعجوه. بس ما اشتريتش عجوه، عملته بحاجه كمان من البيت. في منتهى الجمال والنظافه، تحفه جدا جدا. لكل اللي ما بيحبش العجوه او بيشتريها دايما يلاقي فيها رمل كده ومش حلوه، لا مش هنشتري عجوه تاني، هنعملها هنا في البيت بكل سهوله وبساطه. وقدين جميله جدا جدا وطعمه قوي. ومديه كمان تست حلوه قوي. للعجينه بتاعتي او للقمه بتاعتي اللي احنا بناكلها دي، طعمها حلو قوي. ترس العجوه سهل جدا، هنعمله معانا بطريقه حلوه. كمان ممكن نحطه في لانش بوكس للاطفال وهم رايحين المدرسه. كمان ممكن لو انت عامله وبتروحي الشغل ممكن تاخديه معاكي الشغل كده، تاكليه كفطار كده. بجد في منتهى الجمال، او تفطري منه قبل ما تخرجي، حاجه كده سريعه وجميله، او عشاء خفيف. تعالوا نصلي على النبي الاول في الكومنتات كده، انزلوا صلوا على النبي. وتعالى نشوف مقاديرنا. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الدقيق او 4 كوبايات من الدقيق. هحط عليهم ربع معلقه كده من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، وباكو كده من الخميره الفوريه، ورشه بسيطه كده من الفانيليا. ممكن تستغني عنها، بس هي بتدي ريحه حلوه قوي. كمان اللي هيخلي بقى الطعم معايا ولا اروع من كده، نص كوبايه من السمنه على الزيت. اي نوع سمنه انت بتفضليها، ولو بلدي يبقى احلى واحلى، ولو زبده برضو يبقى كمان جميل قوي. يعني وممكن على فكره لو عايزه تعملها بقى زي بتاعه المخابز بالظبط بتاعه الفرن ديت، انت تحط بس نص كوبايه من الزيت. بس انا بصراحه انا بفضل ان انت تحط سمنه او زبده، بديها طراوه كده مش ممكن. وكمان حطيت كوبايه كده من اللبن، ومعلقه من الخل. ربنا يذكرني ان شاء الله. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، اللي مش عارف صندوق الوصف يتك على عنوان الفيديو هيدخله على طول للوصف. انا فضلت اعجن فيها كده لغايه ما العجينه لقيتها كده عامله زي اللبانه كده معايا، وطريه وناعمه كده. كمان العجينه تمام خالص. طبعا ما عندكيش عجان، كل الخطوات ديت هتعمليها في طبق او بوله كده بلاستيك كده او طبق، وهتعجني كويس جدا لغايه ما تحسي ان العجينه بقت ناعمه ودايبه معاكي خالص كده. هبدا بقى اغطيها باي بلاستيك راب او كيس بلاستيك الموجود عندك، وهركنها كده حوالي ساعه تخمر، لغايه ما ايه ما حجمها يتضاعف. تعالوا بقى ما اقول لكم على العجوه بتاعتي الخرافه. طبعا احنا الايام ده ايام بلح، اللي هو البلح الرطب. جبته وقشرته وضربته في الكبه كويس جدا بمعلقتين ميه، علشان خاطر مش كان راضي يلف معايا في الكبه. لو انت كبتك يعني قويه شويه وهيفرموا من غير ميه يبقى احلى. وحطيت عليه معلقه كده من السمنه البلدي او من الزبده، وعلى النار ودوبتهم كده مع بعض كده. طبعا وحطيت معلقتين كده كبار حلوين كده من القرفه. دي للي بيحب القرفه. ما تحبيش القرفه او اولادك مش بيحبوها، بلاش استغني خالص عن خطوه القرفه ديت. بس بصراحه بدها تست حلوه قوي. دي طبعا اللي بيحب القرفه هيتقبلها، ما بيحبش القرفه ما تحطيش عليها. تمام كده كده احنا بعدنا بقى عن العجوة والرمل اللي بيبقى في العجوة، ولا طبعا احنا عملنا حاجة نظيفة، حاجة حلوة، حاجة في البيت. على فكرة ممكن تعمليها كمان تعجنيه بمية مش تعجنيه بلبن، وتحط معلقتين لبن بودر عادي، ما فيش اي مشكلة. بس احنا بنعمل حاجة بقى لاولادنا او حاجة لبيتنا، بنعمل حاجة بمنتهى النظافة. وبنحاول على قد ما بنقدر الاولاد اللي ما بيشربوش اللبن او ما بيحبوش اللي هو البلح العجوة دوت، اللي هو البلح الرطب يعني، لان بصراحة هو بيبقى فيه نسبة غذاء عالية جدا وفي نسبة حديد عالية جدا جدا. فبنحاول نحطه لهم في اي حاجة كده متدارية. طبعا بيخلي طعم القرص مميز جدا. دوت اسمه ترس العجوه. في ناس حبايبي طلبوا مني ان انا اعمل ترس العجوه قبل كده، وانا وعدتهم ان انا اعمل لهم ترس العجوه. طبعا بعد ما انا عملتها كور كده سبتها، المفروض ان انا اسيبها 10 دقايق ما تخمرش. بس انا صراحه جاله ضيوف كده على فجأة، فاضطريت ان انا ايه اقعد معاهم، يعني كانوا جايين على السريع كده. فقعدت معاهم شوية علشان ايه فطبعا سبتها فخمرت بقى شوية، يعني سبتها حوالي تلت ساعة كده وربع ساعة فخمرت معايا. فانا مش عايزاها تخمر معايا تاني، انا يا دوب هريحها. انا هخمرها مرة واحدة بس او مرتين، اللي هي المرة الاولانية خالص، واعملها كور اسيبها 10 دقايق بالظبط، وابدا ان انا اشكلها كده عشان تشكل معايا بكل سهولة. مش عايزة نشابة، مش عايزة اي حاجة، معلش يمكن الكاميرا مش موضحة شوية، بس هي كانت سهله جدا جدا جدا. بحطها كده بفردها وبحط فيها العجوه كده بالمعلقه، لانها بتبقى سايبه شويه مش زي العجوه الجاهزه. وببدا ان انا اعملها ايه زي رول كده، وهبدا ان انا اعملها زي قرصه واشبكها ببعضها كويس جدا عشان ما تفتحش معايا في الفرن. اعمل معاكم كمان واحده على السريع. بصوا انا فتحتها كده
يعني او بططتها وحطيت العجوه كده على الاطراف، وبدات ان انا اقفل كويس جدا جدا، وبدات ان انا اعملها رول كده زي ما يكون بعمل الفينو بالظبط. وهبدا ان انا الدايره ديت اشبكها ببعضها كويس جدا علشان ما تفتحش معايا في الفرن. هجيب بقى مقص وهبدأ ان انا افتحها بقى وايه واشكلها كده زي ما حضراتكم هتشوفهم دلوقتي. هي على فكرة سهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت اطلاقا، بس ما تسيبهاش تخمر قوي زي ما انا سبتها كده. تمام. يعني يا دوب بعد الخمر بعد ما بتخمر كويس، بس 10 دقايق بشكلها، و10 دقايق او 5 دقايق لو الجو حر، واعملها بسرعة. ابدأ بسرعة ان انا اشتغل فيها. تمام. هعمل معاكم كمان واحدة على السريع كده. بصوا انا بوططها كده كويس خالص اهوت، مش بخليها رقيقه يعني للدرجه شفافه، لا، علشان خاطر ما تبينش العجوه اللي فيها. او ممكن بقى تعملها قرص كده زي قرص، يعني لو مش عايز تعمليها، بس طبعا انا كنت حاطه فيها كميه كبيره فالقرص فتحت مني. ممكن تحط في قلبها عجوه كده وتروحي جايه رصوها كلها. طبعا بس انا هكمل لكم، لان هو الفيديو بتاعه النهارده عن ترس العجوه اللي بتباع في الافران. بس انا عايزه اقول لكم بقى ده احسن من الافران بمراحل. وصلت معايا لغايه هنا، امانه ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو يفرحني. انا خلصت كل الكميه ما شاء الله، عمل معايا كميه حلوه جدا اهوت. طبعا انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. الفرن سخن، حطيت الصينيه رف اوسط في الفرن من 200 ل 220، يعني انا مش بحطه على درجه حراره منخفضه علشان خاطر ما ينشفش مني. اول ما ياخد لون من تحت هبدا افتح عليه الشوايه من فوق وانا واقفه جنبه، بياخد لون بسرعه جدا. ما دهنتوش بصراحه اي حاجه، طلع معايا بمنتهى الجمال كده والروعه. عايزه كمان تديله لمعه اكتر، ممكن معلقه زبده كده تسيحيها، وبعد ما يطلع كده تدهنها على وشه. وبعدين انا غطيته اول ما طلع على طول، بالرغم ان هو كان طري جدا، بس غطيته علشان ايه برضو ياخد ايه بقطره وقطره. بس على فكره عايزه اقول لك على حاجه، انت لو حطيتي زيت ما حطيتيش زبده او سمنه بلدي هيطلع معاكي ناشف. حط عليه ميه، يعني امشي عليه كده بفرشه ميه كده اول ما يطلع من الفرن وهو سخن جدا، وابداي غطيه لغايه ما يبرد خالص علشان خاطر يبقى معاكي طري وهش كده وجميل. ودي كان فيديو بتاعي بتاع النهارده، بصراحه عايزاكم تجربوها، تستاهل التجربه، طعمها حلو قوي قوي. امشي على نفس التكات والمقادير، سهله على فكره وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم كمان وتعجب اولادكم، وحلوه ومنجزه. ممكن للفطار، ممكن لفطار، لعشاء سريع، تاخدها معاك الشغل، تحطها في لانش بوكس بدل السندوتشات. بقت غاليه جدا جدا، والحاجه بقت بصراحه مبالغ فيها زياده عن اللازم. بجد حلوه قوي، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك في القناه، ان شاء الله هتعجبكم. وخدوا فكره كده عن اللي في القناه، بجد هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامه.